السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم غادي نهضر فيه على هذا الشامبوان، هذا تريزمي اللي طلبوا مني بزاف البنات انني نهضر عليه، خصوصا في الفيديو فاش حطيت شامبوان ديال فاش هضرت على شامبوان ديال بونتين وشامبوان ديال هيد شولدرز، وقلت الاضرار ديالهم على الشعر. وبزاف البنات وحتى الدراري بزاف منهم قالوا انهم كيستعملوا هذا الشامبوان هذا وبغاو يعرفوا واش مزيان او لا خايب. انا قبل ما نقول واش هذا الشامبوان نحكم عليه انه مزيان او لا خايب، غادي نهضروا على كل مكون متكون منه هذا الشامبوان بوحدو. غادي نهضروا على كل مكون شنو هما الاضرار ديالو، شنو هما الايجابيات ديالو، لاش كيليق. عاد في الاخير نقدروا نحكموا على واش هاد الشامبوان مزيان او لا ما مزيانش. بالنسبه لهاد الشامبوانات هادو كيكونوا فيهم المكونات مستفين على حسب الترتيب ديال النسبه ديالهم في الشامبو، في الشامبوان. يعني اول مكون يعني راه هو اللي كيكون كتير في الشامبوان، ثاني مكون كيكون كتير ولكن قليل على اول مكون. يعني اخر مكون في الشامبو راه كيكون قليل بزاف، النسبه ديالو قليله في الشامبوان، واول مكون في الشامبوان كتكون النسبه ديالو كثيره في الشامبوان. يعني كيستفوا دوك المكونات على حسب المقدار ديالهم في الشامبوان. دابا غادي ندوزو المكونات مناش كيتكون هاد الشامبوان هذا. اول مكون كيتكون منه هاد الشامبوان، الناس اللي عندهم هاد الشامبوان هذا غادي يعرفوا، غادي يقدروا يتبعوا معايا المكونات. غير هو بغيت نقول لكم على التريزمي هذا راه فيه بزاف ديال الاشكال، يعني فيه بزاف ديال لي كاتيجوري. كاين تريزمي اللي كيليق للشعر الجاف، وكاين تريزمي اللي كيليق للشعر الدهني، وكاين فيه تريزمي اللي كيليق للناس اللي كيعانيو من القشره ديال فروه الراس. يعني فيه ثلاثه انواع، يعني فيه بزاف ديال الانواع. انا خديت هذا النوع هذا، ولكن راه المكونات اللي كاينين فيهم بثلاثهم متقاربين بزاف، يعني ما كاينش شي اختلاف كبير بزاف. دونك غادي نهضر على المكونات ديال تريزمي هذا للشعر. هذا كيغطي الشعر، يعني كيرطب الشعر شويه وصافي. هذا على حساب يعني الشعر الجاف. اول مكون في هذا الشامبوان هذا هو الماء، اللي هو واحد الماده اساسيه في كافه الشامبوانات او في كافه المنتوجات ديال التجميل كيكون فيهم هذا الماء هذا. يعني واحد الماده اللي هي اساسيه وضروريه. تاني ماده هي صوديوم لوريت سولفات، اللي فايت لي هضرت لكم عليها في شامبوان ديال بونتين وشامبوان ديال هيد شولدرز، وقلت لكم بان هاد الماده هي اللي مسؤوله على ديك الرغوه اللي كتكون في الشامبوانات. يعني باش ما كانت الرغوه كثيره، باش ما كتعرفوا ان هاد الماده راه كاينه كثيره في هاد الشامبوان. وهاد الماده داروها هي الثانيه في الشامبوان، في الترتيب ديالها هي الثانيه، يعني النسبه ديالها كثيره في الشامبوان. هاد الماده هادي عدد من الأطباء، ماشي كلهم، العدد من الأطباء أكدوا على أنها كتقدر تكون ضارة على المدى البعيد، لأن الحجم ديال الضارة ديال الصوديوم صغيرة بزاف لدرجة أنه كتقدر تدخل مع الفروة ديال الرأس ديالنا أو الجلدة ديال الرأس ديالنا وتدوز العروق الدموية أو الجسم، وكتقدر تخلط مع الدم، ومع المدى البعيد كتقدر تسبب لنا في سرطانات. ولكن هاد الشيء غادي يكون بشرط الا كان الانسان كيستعمل مثلا هاد الماده او لا تعرض لهاد الماده بكميه كبيره وفي ظرف وجيز. هادشي بعض الاطباء اللي قالوه، ولكن كلهم اغلب الاطباء كلهم اجمعوا على انه هاد الماده هذه كتسبب في التهاب ديال فروه الراس، وكتقدر تسبب في اكزيما وفي القشره ديال الفروه ديال الراس. عوض ما تداوي القشره غادي تسبب لنا في القشره ديال فروه الراس. يعني هادو حاجات اللي اكيده انها كتسببهم هاد الماده هذه: الاكزيما، الالتهاب ديال فروه الراس، والقشره على مستوى ديال الفروه ديال الراس. يعني هاد الماده الا لقيتو شي شامبوان اللي ما فيهش هاد الماده غادي يكون من الاحسن. تاني مادة أو ثالث مادة هي كوكومايد بروبيل بيتاين، اللي هي واحد الأحماض الدهنية كتستخدم للنعومة ديال الشعر وكتنقيه، كتنقى لنا الفروة ديال الرأس ديالنا، وكيستخرجوها من زيت جوز الهند، وهي مادة طبيعية وصحية للشعر والجسم. وداروها في الترتيب هي الثالثة، إذا النسبة ديالها في هاد الشامبوان كتيرة بزاف.
وهذه حاجه مزيانه في هذا الشامبوان هذا. ايضا فيه الماده الرابعه غليسيرين اللي ما فيه حتى شي ضرر نهائيا، وفيه الماده الخامسه اللي هي الكربومير اللي حتى هو ايضا ماده غير ضاره. هو واحد الماده اللي الوظيفه ديالها انها كتخلي الوسط ديال الشامبو رطب، يعني المكونات ديالو تيكونوا ميدمين، كتخليهم يكونوا ميدمين. وهذا الكربومير هذا راك ما كيكونش غير في الشامبوانات، كيكون حتى في كريمات ديال التجميل، بعض الكريمات ديال التجميل، وكيكون في البومادات اولا التقاطر ديال العينين. كيديروا كيعطيهم الطبيب للناس اللي عندهم جفاف العين اولا كيكون عندهم واحد القله في الدموع، يعني عينيهم كيكونوا ناشفين والدموع صعيب باش كيخرجوا ليهم. يعني هذا الكربومير هذا بحال كيعوض لهم هذاك الدموع اللي ناقصين عندهم، وكيخلي لهم العينين ديالهم يكونوا رطبين وما يبقاوش ناشفين. وهذا الكربومير هو نفسه اللي كاين في هذا الشامبوان هذا اللي هو الماده الخامسه، وهو مزيان. الماده السادسة واقيلا السادسة في الترتيب هي سيتريك اسيد او لاسيد سيتريك، اللي هو واحد الاسم علمي لحمض الليمون، وكيستخدموه كحافظ للشامبوان وما فيه حتى شي ضرر. الماده الخامسه اللي فيه واللي خايبه بزاف واللي ما خصهاش تكون في الشامبوانات اللي هي ديميتيكون. بالنسبه لهاد ديميتيكون راه كنت قلت لكم انها هي نفسها زيت السيليكون، حيت كنا لقيناها في الشامبوان ديال بونتين وهيد شولدرز. هي نفسها زيت السيليكون، واللي كتبوها باسم ديالها العلمي اللي هو ديميتيكون. علاش؟ لان الناس كاينين بعض الناس اللي فتنوا لهاد المساله ديال زيت السيليكون خايبه للشعر ومضره بالنسبه للصحه والفروه ديال الراس ديالنا والصحه ديالنا، وما بقاوش كياخذوا اي شامبوان اللي يلقاو فيه مكتوبه فيه زيت السيليكون. اش ولاو داروا الشركات؟ ناضوا كتبوها بالاسم العلمي ديالها اللي هي ديميتيكون باش المستهلك ما يفهمش شنو هي ديميتيكون، وفي نفس الوقت هما يبيعوا المنتوج ديالهم على اساس انه ما فيش زيت السيليكون، وهو راه كاين فيه ولكن مكتوب باسم علمي. وزيت السيليكون كما كنت قلت لكم قبل في الفيديو اللي قبل هو انه واحد الماده اللي كترطب الشعر، كتخليه رطب، واحد الرطوبيه رائعه، ولكن هذيك الترطيب اللي كيعطي الشعر كيكون مؤقت، و كتغلف لينا الشعره ديالنا ولا الزغبه ديال الشعر ديالنا، بحال كتغلفها وما كتخليش حتى شي حاجه تدوز، ما كتخليهاش تنفس. والمشكل الكبير هو انه كتغلف حتى الفروه ديال الراس، لان شامبوان بطبيعه الحال غادي تكوني وصلتي للفروه ديال الراس، يعني كتغلف لك الفروه ديال الراس ديالك، كتغلف لك الشعره ديالك. ومن بعد ملي كديري شي ماسك اولا شي زيت ما كيستافدش منه الشعر وما كتستافدش منه الفروه الراس، لانها مغلفه بهذيك السيليكون، وتسدات الفروه ديال الراس ديالك، تسدات ما تقدرش انها تنفس وما تقدر تستافد من حتى شي حاجه. دونك هو دار ديميتي يكون خايب ودار. من الافضل انكم تاخذوا شامبوانات اللي ما فيهمش زيت السيليكون او لا ديميتيكون، وعنده اسم اخر غادي نذكره في واحد المكون راه كاتبينه هنايا في الشامبوان. المكون الاخر اللي فيه اللي هو ديصوديوم، اللي هو ثنائي الصوديوم. هاد الديصوديوم هو عباره عن ماده حافظه، الهدف منها هو الحفاظ على الشامبوان لاطول مده او لاطول فتره ممكنه، وحتى هي من المواد اللي كتكثر من الرغوه وكتساعد في التنظيف ديال الفروه ديال الراس، ولكن هي ماشي بحال صوديوم لوريت سولفات، هي ما مضراش، ما عندها حتى شي تاثير خطير على الشعر ولا على الصحه ديال الشعر ديالنا. الماده الاخرى اللي فيه هي غار هيدروكسي بروبيل تيمونيوم كلورايد، اللي هي واحد الماده من اصل نباتي، الوظيفه ديالها هي السهوله ديال تسريح الشعر، ما فيها حتى شي ضرر لانه اصلا هي الاصل ديالها نباتي. ايضا فيه ماده سميتها ميكا، هي واحد MECA، هي واحد الماده معدنيه غير ضاره، كيستخدموها في علاج بعض الامراض الجهاز الهضمي ايضا، غير هو كيخصهم يحطوها بنسب معقوله، يعني الا كثروا منها كتقدر تولي ضاره. بالنسبه للترتيب ديالها في هذا الشامبو ترتيب بعيد، يعني ماشي ضاره، يعني ما غاديش يكون عندها حتى شي تاثير خايب بالنسبه للفروه ديال الراس والصحه ديال الشعر ديالنا والصحه الجسميه ديالنا. الماده الاخرى اللي فيه اللي هي البارفيوم، الريحه ديال دوك المواد كلها كيخبيوها بهذا البارفيوم هذا. كاين هنا واحد الماده مكتوبه على شكل PEG 45 اللي هي واحد الماده
اللي كتحسن من المظهر ديال الشعر وكتعطيه واحد الليونه زوينه، ولكن هي كتعتبر ماده سامه. في ايضا واحد الماده اللي سميتها فينوكسيتانول، اللي هي واحد الماده حافظه ما كاين فيها حتى شي ضرر، ولكن تقدر تسبب لنا حساسيه الا كانت البشره ديالنا حساسه، ولا الا كانت عندنا ديجا حساسيه كنعانيو من المشكل ديال الحساسيه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هذا المشكل هذا، راه ما دير لهم حتى شي مشكل نهائيا. ايضا كاينه واحد الماده هنا اللي سميتها كلورايد صوديوم، اللي هي عبارة عن بعض الأملاح المنظفة لفروة الرأس، وكتستخدم كمادة حافظة للشامبوان. أيضا كاينة مادة بيبي جي 12، اللي هي واحد المادة أيضا كتحسن من المظهر ديال الشعر، ولكن كتعتبر مادة سامة وغير صحية بالنسبة للفروة ديال الرأس. ايضا كاين هنا واحد الماده سميتها السيليكا. هاد السيليكا راه هي نفسها السيليكون، وهي نفسها زيت السيليكون اللي هو الديميتيكون، واللي قلت لكم انه ضار وما خصكمش تاخذوا اي شامبوان فيه زيت السيليكون، لانه كيغلف الفروه ديال الراس، وكيغلف الزغبه، وما كيخليهاش تنفس، وما كيخليش ما كيخليهاش تستافد من اي ماسك او لا اي زيت درتيه للفروه ديال الراس ديالك. ايضا فيه واحد المركب كيميائي لتنظيف الفروه ديال الراس اللي هو الصوديوم بنزوات. وفي ايضا واحد الماده اللي سميتها توكوفيريل اسيتات. هاد الماده راه هي نفسها لا فيتامين او. الناس اللي كيقلبوا على لا فيتامين او في المغرب راه غادي تلقاوه بهاد السميه ديال توكوفيريل اسيتات، ما غاديش تلقاوه بالسميه ديال فيتامين او. الا بتلقاوه بالسميه ديال فيتامين او خاصكم تاخذوه من المواقع. هاد التوكوفيريل اسيتات بيان سور مزيانه للشعر بزاف بزاف، ومزيانه للفروه ديال الراس بزاف. غير هو الترتيب ديالها في الشامبوان ترتيب جا تقريبا في الاخر ديال الشامبوان فاش كتبوها، يعني النسبه ديالها في الشامبوان قليله شويه، يعني ماشي نص نص وماشي كتيره، يعني النسبه ديالها قليله بزاف. كون داروها في الاول ديال الشامبوان او لا يكثروا منها غادي يكون الشامبوان احسن شامبوان. وكاين ايضا فيه واحد دوك المواد ديال اللينالول والليمونين اللي هما واحد العطور كيميائيه. اللينالول هو عطر كيميائي كيستخرجوه من الشاده ديال الزهور، هو ما فيه حتى شي ضرر، ولكن الناس اللي عندهم بشره حساسه يقدر يسبب لهم في حساسيه. الناس اللي ما عندهمش المشكل ديال الحساسيه راه ما يدير لهم حتى شي مشكل نهائيا. وفيه ايضا الليمونين اللي هو واحد العطر كيميائي كيستخرجوه من شاده البرتقال، اللي حتى هو كيقدر يسبب حساسيه لبعض الناس اللي عندهم بشره حساسه او لا عندهم مشكل ديال حساسيه. بالنسبه للبارابين ما فيش نهائيا. البارابين اللي حتى هو ماده ضاره، اللي كتعتبر ماده ضاره وغير منصوح باستعمالها، ما فيش. ولكن فيه جوج المواد اللي هما خايبين بزاف، اللي هما صوديوم لوريت سولفات والسيليكون او لا الديميتيكون. ولكن في نفس الوقت فيه تقريبا شي 4 ديال المواد اللي هما مصدر ديالهم طبيعي، يعني 4 المواد اللي مصدر ديالهم طبيعي مقابل جوج المواد اللي هما خايبين، يعني الصوديوم لوريت سولفات والسيليكون. يعني راه بالمقارنه هاد المقارنه هادي راه مزيان، يعني بالمقارنه مع داك بونتين وبالمقارنه مع هذاك هيد شولدرز راه هو مزيان بالمقارنه معاهم. ولكن في نفس الوقت راه ماشي احسن شامبوان ولا شامبوان، ما كيتعتبرش شامبوان صحي، لان فيه هاد جوج المواد هادي اللي هما صعاب بالنسبه للصحه ديال الانسان وبالنسبه للشعر ديال الانسان. بالنسبه للاطفال ديالكم حاولوا انكم تاخذوا لهم شامبوانات اللي كيكون فيهم بدل الذره ديال الصوديوم، خذوا لهم نتوما الذره ديال المغنيسيوم، لان الصوديوم الذره ديالو صغيره بزاف لدرجه انها كتقدر تدوز من الفروه ديال الراس لجسم الانسان، عكس الذره ديال المغنيسيوم كبيره ومن الصعب جدا انها تدوز من الفروه ديال راس الانسان الى الجسم ديالو. يعني الاطفال ديالكم كتكون البشره ديالهم باقا حساسه، باقي البشره ديالهم ما كتقدرش على هاد المواد هذه اللي شويه صعيبه. يعني من الافضل بالنسبه تختاري لولدك الشامبوان، اختاري ليه شامبوان اللي تكون فيه ذره المغنيسيوم بلاصه الذره ديال الصوديوم، يعني تكون مكتوبه مغنيسيوم لوريت سولفات بلاصه صوديوم لوريت سولفات. تاع اليوم كنتمنى يكون عجبكم. اللي عجبو الفيديو يضغط على زر اشتراك اسفل الفيديو، ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش توصلوا باي جديد كنحطو في القناه. اللي عنده شي سؤال ولا شي تجربه مع التريزمي يكتب لنا في التعليقات التجربه ديالو.
غير هو راه فيه 3 الانواع كما قلت لكم في الاول الفيديو، يعني كل نوع تقدر تهضري عليه بوحدو. الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي او لاول مره كتشوفي هاد لا فيديو هذه، كنتمنى انك تدخلي للقناه ديالي وتشوفي جميع الفيديوهات اللي في القناه، وإلا عجبوك تضغطي على الجرس وتابوناي في القناه باش ديما تبقاي توصلي باي فيديو جديده كنحطها في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.